فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك. شكرا للزميل أحمد خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. استاد خليفة الدولي هنا في العاصمة القطرية الدوحة يشهد مباراة الترضية الخامس والسادس في إطار كأس العالم للأندية النسخة رقم 16 لعام 2019. السد القطري بطل الدوري القطري للمرة الرابعة عشر في الموسم الماضي، واللي حقق فوز على هينينجن من نيو كاليدونيا في أول لقاء 3-1 ممثل قارة أوقيانوسيا، وخسر أمام مونتري المكسيكي 2-3. يلتقي مع نادي الترجي الرياضي التونسي اللي خسر في لقاء ربع النهائي أمام الهلال السعودي بهدف لجوميز. وأمامنا هنا السد مركز ثالث كان في عام 2011 بعدما تفوق على كاشيوا ريسول في ذلك الوقت بركلات ترجيح. ونادي الترجي مشاركة ثالثة سادس في عام 2011 خسر أمام مونتري المكسيكي، وكان في المركز الخامس في نسخة 2018 عندما تفوق على أجواد الأخارة ب1-1 ثم ركلات ترجيح طبعا في مباراة خامس. مباراة اليوم ستشهد في حالة التعادل على طول ركلات الجزاء مباشرة عكس نظام البطولة. وادي أمامنا هنا البداية والانطلاق. حمدو الهوني، حمدو الهوني خطير، حمدو يرفع عينه، حمدو ممكن هدف أول. يا ولد يا ولد يا ولد يا عبد الكريم، يا ولد يا ولد يا عبد الكريم، كرة هدف. كاليدونيا ممثل أوقيانوسيا، والمباراة الصعبة اللي كانت أمام الفريق المكسيكي الكبير اللي فاز بلقب هذه البطولة في 2009 و2011 كان الدوري القطري. نادي السد اللي حقق بطولة دوري أبطال آسيا. كرة بالعرض، ضغط بالترجي في هذا الوقت. أمامنا حمدو الهوني الليبي. يا ولد يا ولد يا ولد، هدف حلو قوي، هدف حلو حلو. حمدو الهوني، حمدو الهوني أمامنا هو يسجل الليبي بعد مرور 6 دقائق. يفتتح التسجيل هنا ضغط مبكر، كان هدف محقق شاله أنقذه من محمد علي بن رمضان. اللاعب عبد الكريم حسن المرة دي يتوغل هنا حمدو الهوني في غياب الرقابة الدفاعية بعد ما عمل أنيس البدري تحرك حلو قوي ويسجل حمدو الهوني. أمامنا هنا اللاعب اللي أمامنا اللي متعلق الحقيقة بألوان نادي الترجي. بص الكرة معمولة حلوة قوي، وشوف بقى الاستلام من أنيس البدري ويلعب الكرة بالعرض حمدو الهوني. هنا بقى الرقابة من جابي ضعيفة، وأيضا الضغط ما كانش موجود من خوخي وعلام، عشان كده حمدو الهوني بيركدها حلوة قوي. هدف جميل جميل. الكرة ارتدت بتاعة أنيس البدري الدفاع. السد حسن اللي هيدوس نادي السد من الفرق الممتعة، يلعب كرة حلوة. يا ولد يا ولد يا ولد، الرد جاء، الرد حضر. أول كرة من بغداد أمامنا هنا أهو في هذه اللقطة في العرض. النهارده المهمة صعبة وهدف قادم، هدف قادم. يسجل أنيس البدري. أخطاء دفاعية قاتلة حمدو الهوني في اللقطة الماضية، ويسجل أنيس البدري. بدري يا بدري، بدري يا أنيس. أمامنا هنا حمدو الهوني عاملها بمنتهى التعاون بمنتهى التفاعل في اللقطة الماضية، وعلى طول يسجل أمامنا أنيس البدري هذا الهدف الجميل الحقيقة من خلال استغلال الأخطاء والهفوات. بص الكرة بادية منين؟ بادية من معز من شريفية، وادي أمامنا هنا كرة من خوخي وخطأ من حامد إسماعيل وتمركز خاطئ من طارق سلمان. حمدو الهوني يمرر ويسجل أمامنا أنيس البدري الهدف الثاني في اللقاء. خطأ كبير كبير الحقيقة أخطأ ده حامد إسماعيل، واللي وصلت ليه الكرة وعملها بهذه الكيفية طارق سلمان. وعلى طول بقى المرة دي حمدو الهوني يعني بمنتهى التعاون، كان هو ممكن يخلص لكن هو مرر عشان يسجل أنيس البدري هدف الثاني، الهدف طبعا الثاني في المباراة. بقى هو وأسماء كثيرة. وادي أمامنا انطلاقة ومحاولة خطيرة، لمسة اليد. هنا في فار، هنشوف الفار المطالبة بلمسة يد في اللقطة الماضية. بص أمامنا هنا التحركات، وادي الكرة ملعوبة حلوة قوي من إلياس الشتي، والكرة اللي بتسدد والمطالبة بركلة. دي الكرة بتاعت أنيس، وادي لمسة اليد على عبد الكريم. أنا أتوقع ركلة جزاء، أنا أتوقعها ركلة جزاء، أتوقعها ركلة جزاء في الدقيقة أمامنا 22. حكم اللقاء عبد القادر زيتوني اللي من أصول عربية، اللي من تاهيتي، اللي بيشارك لأول مرة الحقيقة في إدارة مباريات هذه البطولة. والحوار والكرة اللي اتعملت أمامنا اهو في اللقطة الماضية من جانب أنيس البدري وارتطمت في عبد الكريم. ادي ايد عبد الكريم، ايده ممدودة، ايده مفرودة في اللقطة الماضية، وبالفعل يعني هي أقرب انها تكون ركلة جزاء. ما زال الحوار يدخل إلى أرض الملعب،
ويشير لركله الجزاء لصالح نادي الترجي. ركله الجزاء للترجي. هل يكون هناك عقوبه على الهاندبول ولمسه اليد على عبد الكريم امامنا هنا في هذه اللقطه؟ ادي عبد الكريم طرده في مباراه الهلال في نصف النهائي في لقاء الذهاب في العاصمه القطريه الدوحه، كان نقطه تحول في تلك المباراه، ويبدو ان القرار كمان ايه. شوف قسوه كره القدم الاساسي نادي السد. وادي انيس البدري الثالث امامنا هنا. 25 دقيقه متقدم فيها الترجي بثلاث اهداف نظيفه حتى الان على السد في هذا اللقاء على المركز الخامس في بطوله كاس العالم للانديه. البطوله اللي امامنا طبعا واللي بيتابعها العشاق والمحبين والانصار. انيس البدر بينضم لكل من عبد الكريم حسن وبغداد بونجاح، ولكل منهم هدفين. ادي امامنا الحوار. ادي حكم اللقاء اكرم عفيف لسه لم يظهر. بغداد بونجاح مرتين راح على المرمى، عدى اكرم وركله جزاء لنادي السد امامنا هنا في هذه اللقطه ما بين سامح الدربالي وما بين اكرم عفيف. واكرم عفيف ياخد. بغداد متميز يملك التسديد القوي في منتصف المرمى، لا حطها في زاويه وهدف هنا لنادي السد عشان تبقى النتيجه بعد مرور 32 دقيقه 3 الترجي 1 السد القطري وتشافي هرنانديز. يعني اخيرا يعني في اللقطه الماضيه. لكن بص بغداد تتدرس يا بغداد. الكره القويه اللي على الارض الزاحفه راح معاها من النقص العددي. اكرم عفيف الى جابي، شيل الكره ملعوبه حلوه يا ولد كره حلوه من خوخي معلميا. وسجل انيس وسجل بغداد. كره خطيره من كوامي وفرصه واخطاء دفاعيه وفرصه لا تضيع. خطأ دفاعي كبير. حمد الهوني يا ولد يا لعيب عدى حلوة قوي. حلوة مش ممكن الاخطاء. الليبي حمد الهوني يسجل الهدف الرابع في هذه المباراة. اخطاء كبيرة جدا دفاعية من نادي السد. حمد الهوني الكرة الاولانية اتعملت بالعرض ورجعت له، ثم بقى الثانيه من زاويه ضيقه قوي في مرمى الحارس مشعل برشم عشان يكون الهدف الرابع. شوف كره القدم، كره خوخي اللي هناك اللي ارتدت من معز بن شريفيه، لكن سرعه التحول لدى نادي الترجي الحقيقه في الهجمات المرتده بيستغلوا المساحات في اللقطه الماضيه. بص امامنا هنا ادي الكره ملعوبه في ظهر حمد اسماعيل. حمد الهوني اللي نجم المباراه عدى حلو قوي من خوخي، كان ممكن يعني خوخي يحط رجله لكن خاف ركله الجزاء. شوف الكره اتعملت. حمد الهوني لاعب الليبي ده لعيب. تبديل بيدرو ميجال يدخل مكان حمد اسماعيل. نادي السد بينيه اكرم عفيف، لكن الضغط والرقابه بدران وحكم اللقاء ركله جزاء على بدران. ركله جزاء على المدافع الجزائري عبد القادر بدران مع اكرم عفيف اللي خد ركله جزاء في الشوط الاول واللي كان سجلها بغداد امام النتيجه. ادي حسن الهيدوس جول. حلوه حاططها حلوه قوي. ركله الجزاء نتفق نختلف، لكن ركله الجزاء في الدقيقه 49 يسجل من خلالها حسن الهيدوس هدف الثاني لنادي السد القطري. انطلاقه هنا، محاوله من بغداد عدى يا ولد. بغداد بونجاح. اذا ظهر بغداد يظهر نادي السد. ادي بغداد بونجاح. تونس ووجود اسماء ونجوم كبار في تونس. ادي سامح الدربالي، انطلاقه حلوه قوي. اكرم عفيف وبغداد اللي بينطلق، ولكن سقوط بغداد امامنا هنا في هذا اكرم عفيف بيمرر لبغداد بونجاح وواحد، وكان هناك تعادل طبعا مع الهند في لقاء وحيد. فرصه جديده. حمد الهوني. هل هناك ركله جزاء؟ ادي حمد الهوني. هل فيها ركله جزاء؟ الكره اللي فاتت دي مع بيدرو، لكن الحكم القريب امامنا هو عبد القادر المدافع العصري الحديث اللي بيعمل مسانده. وادي امامنا الياس شتي في الجانب الشمالي يلف كره عرضيه حلوه قوي لكن يشيلها المريق نادي الترجي. ادي امامنا انطلاقه سامح الدربالي يلف الكره العرضيه لكن على في ملعب النجم. ادي انطلاقه هنا وممكن مش معقول لكن في رايه وفي تسلل. بغداد بونجاح متسلل في اللقطه الماضيه، تسلل على بغداد، لكن بغداد يعني لعيب تقيل وهاجم يبحث امامنا على المسانده. شتي
مش ممكن هاتريك في المباراة هنا. حمدو الهوني كرة وخطأ دفاعي وخطأ من الحارس مش على المرشم، والهدف هنا يأتي حمدو الهوني الهدف الخامس في اللقاء اللي بيسجل في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 74. هاتريك في هذه اللقطة، في هذه اللحظة لحمدو الهوني الليبي المتألق من الكرة اللي اتعملت الحقيقة من إلياس شيتي، وإلياس شيتي إلى اللاعب اللي سجل هاتريك في المباراة وهو اللاعب اللي أمامنا حمدو الهوني.